ثالثا تعتبر نفسها أنها دولة، وبالتالي يكون نظرتها إلى الآخرين خوارج، فيعاملون الشعب كأنه الآن في حكم إسلامي، ويريدون أن يقيموا الحدود ويريدون أن يقتلوا. وآخر قضية يجب أن نذكرها، قاموا ظلما وعدوانا وبغيا واعترفوا بذلك، حتى لا يقول إن العرعور هو اللي لفق، اعترفوا. وهذه أحد قادتهم، ما ندري هو اسمه عمر القحطاني، اسمه مكتوب عمر القحطاني، ما نعرف من، ما الله أعلم، ما أعرف أنا هذه شخصية يعني صحيحة أو غير صحيحة. يقولون جاءوا ليأخذوا عنه المعلومات الأمنية كما هي العادة الجارية في مثل هذه الحالات. كان مجروحا، صوروا واحد، أنا بهمني من المجاهدين، وكما يقال كتيبته ليست عليها شبهة، وهي كتيبة عفوا الأحرار، حركة ما في عليه، يعني ما هو مثلا يعني بعض الكتائب اللي عليها شبهة منه بالنسبة للمؤامرة الأمريكية. نعم. أخذوا هذا، جاءوا الرجل مخدر يجرى له عملية، فأثناء التخدير أو أثناء الصحو، بداية الصحو، صح يا حسين، فقالوا لك شو فقه، قالوا إذن شيعي، وإذا كان شيعي لابد من قتله، فقتلوه وهو مبنج. شفتوا العرعور أمريكي خالص؟ أنا قلت لكم من زمان، اقرأوا تويتها، أمريكي خالص العرعور. أخذوه وقتلوه، قال شيعي واستغاث بغير الله. والكتائب وكل الناس يشهدون عنه. ممكن هو أثناء خروجه صح لي أخي، ممكن صح لي أبو حسين، ممكن حتى هو أبو النج لو زنى وهو صح، ولو شرب خمر، لو فعل، لو سب الله أوضح الكفر، ليش عليه ذنب؟ هذا مبنك. فاستنبطوا بفقههم، هم الروافض الذين قتلوه، هم الروافض، قتلوا وأخذوا رأسه يدورونه بالناس. إن لم يكن هؤلاء، ولا أتهم كل الدولة، هم الخوارج. من الخوارج؟ يقتلوني، من هم الخوارج؟ إذا سكت العلماء هذا ليس ذنبي، يعني أنا ما أسكت عن الروافض، كلهم كانوا يلاحقونني في لندن وفي تركيا وغيرها. هذا هو فقههم، وهذا اعتراف عندهم. قال جاءوا ليأخذوا عنه المعلومات الأمنية، وكان المشفى مسكين، على المشفى هيجرى له عملية مجاهد. قال وكان المشفى يحوي إخوة من الدولة وغيرهم، فسمعوا استغاثة شركية. الله أكبر. كل من يقول أن الحكم كان من يكون أن حكم الشرع يقوم دون إقامة حجة واستتابة وتعليم ودعوة، فهو أحمق من حماري الذي يركبه. من قال لكم في الشرع إلا شرع الخوارج وشرع الروافض أن الذي يستغيث هو مباح الدم؟ ورب السماء، أنتم لو كنتم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم معناته ماذا فعلتم؟ عمر بن الخطاب وليس غيره حلف بغير الله، والبخاري في البخاري ويقول فحلف بأبيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تحلفوا بآبائكم. هذا أنه استغاث بالحسين، قد يكون جاهلا ما يعرف هذا الأمر. هذا عمر بن الخطاب صاحب اللغة العربية اللي عم يقرأ القرآن كل يوم، لا تشعوا الإشراق راح استغاث بغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. والصحابة علقوا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهذه دعوة شركية، يقولوا سوي كيت. نعم.
دعوة شركية. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم كفرتم تعالوا أقيموا الحدود عليكم. تتجلى اليوم صورة أفعال الخوارج في أفراد من داعش ما لم يتدارك الأمر، وتعلن القيادة ببطلان هذا الأمر. شوف هذا قال بيبرر له اسمه عمر القحطاني. بس إذا سمحت لي قبل هذا، هناك روايتين. الرواية الأولى التي ذكرتموها أنتم فيما يخص أنه كان مبنج، وبعضهم قال رواية أخرى حتى نقول هل يجوز أنه يقتلوه لأجل الرواية الثانية. قالوا أنه هو حسب نفسه أنه عند رافضة فقال يا حسين تقية، لذلك ظنوا أنه شيعي فقاتلوا. طيب إذا كان الرواية الأولى لا يجوز أنه يقتلوه لأنه مبنج، هل يجوز بالرواية الثانية فقط لأنهم قال يا حسين دون أن يتأكدوا أن يقتلوه؟ في رواية ثالثة عندي أنا، ألا وهي أنا أخترعها الآن. أنا أخترع الرواية الأولى أنه مخدر. جميل. الرواية الثانية فعلها خوفا. بالضبط. الرواية الثالثة فعلها عامدا متعمدا فلا يباح دمه، ولا يحق لا الدولة ولا أكبر من دولة أن تبيح دمه، وهذا فجور، وأسأل الله أن ينتقم لدمه ولدم الذين سبقوه. لما حذرت من الدولة فتح الناس أفواهها كما يفتح المجارير النجسة. أنت تظن أن يؤثر هذا على نعلي؟ لو كان يؤثر على نعلي بدلته يؤثر على نعلي. هذا هو فكر الخوارج بعينه. لقي الخوارج عبد الله ابن خباب فقالوا له هذا صحابي صغير وابن صحابي كبير. نعم. لا أدري نسيت هو لقي أو لا هو صغير. قالوا له لا 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 صحابي. قال حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه قال تكون فتنة الجالس فيها خير من القائم، وروى الحديث. نعم. قالوا طيب حنوريك شو الفتنة. أتوا به صحابي أو ابن صحابي، هذه الأحداث أنستني. فضجعوه وذبحوه، وأتوا على امرأته الحامل فبقروا بطنها. القصة موجودة يخدكوا عليها في تاريخ أهم شيء من كثير. فبقر الخوارج بطنها، فتذكرت هذه القصة. الرواية الثالثة عندي قال عامد متعمد وجالس يا حسين أغثني. أما أمر الله بالبلاغ؟ أما أمر الله بالعلم؟ هل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدا رجلا وقع في الشرك؟ الرجل الذي قال له اتق الله واعدل، منتهى الكفر، يقول للرسول اتق الله واعدل، يعني انه ظالم ولا يتقي الله. وقال له الرابع، قال له لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير فقال له ألي أنه ابن عمتك، يعني حكمت في ابن عمتك وما قتله. وعبد الله ابن أبي ابن سلول فعل تلك الفتنة وهو رأس المنافقين وما قتله. إذا لا تأشر لي انتهى الآن، نحن في الآن نتكلم، لا تربكني. المهم وما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا معلما رحيما. يقول الصحابة يعني ما وجدوا، وهذا الحديث معروف، قال فوالله ما كهرني. وتلاحظ يعني انه ما رفع صوته عليه وكذا، لكن قال له كيت 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 علم. هذا اللي نعرفه نحن في الإسلام. هذا الرجل اشتغل، تأتي به لكن انت مين جي؟ أبو شيطان الفرنسي، أبو إبليس الإنجليزي. وش تعرف عن هدول؟ مسكوا ذبحوا الرجل. شو بتعرف عنه؟ شو بتعرف عن علمهم عن دينهم؟ فإذا قالت الدولة أنه تصرف فردي، قالت هذا تصرف فردي، طلعوا بيان وهاتوا للمحكمة، انتهت القضية. من سمحهم أن يتجرأ على هذا؟ مين سمح لهم أن يتجرؤوا
على هذا الدماء، على هذا الدم؟ من سمح لهم هذا؟ فالرواية تانية بتقول انه كان ظن انه شيعة، ويبدو انه استيقظ من البنج، شاف كده خايف. نعم. خايف فأظن. لا، أنا أقول قال عمدا. انتهينا من القضية. 2، فسألوه من كان قائما عليه آنذاك فأخبرهم تفهما وترخصا وتخرصا أنه رافضي عند الأحرار، يعني هن اكتشفوا بالمستشفى والأحرار ما اكتشفت، لهم فيه حاجة وعليه عمد عليه الإخوة. يعني مسكين هذا كان تحت المطر أم صار تحت المجاري، مش تحت المجراب، تحت المجاري النجسة. هو نفسه القحطاني هذا جاي يبرر القتل. لاحظوا هذا علم وفقه. إذا ابن باز جاهل عندهم، وابن عثيمين كافر، والألباني ضال خبيث، ما بقى في غير أبو فلان وأبو شيطان وأبو إبليس بس. نعم، اللهم تعلم أني أدافع عن دم مسلم وهم يدافعون عن مجاهيل. والله إني أنا كنت بدي أتكلم بهدوء لكن ما أستطيع أصبر أحتمل هذا الأمر. أيوة، فقتلوه. ليش؟ أنا أقول لكم هل يجوز؟ شوف، أولا لم يتثبتوا، لك إيش قالوا أنت رافضي ولا لا؟ وثانيا من الذي قال لكم في الدين إنه إذا كان في رافضي تجوا مثلا تقتلوه؟ مين اللي قال؟ من الذي قال؟ ما دام غير محارب، ما دام غير محارب. طيب، أبدا يحرم قتل أي إنسان غير محارب، مسيحي يهودي، ما بجوز قتله. هكذا وصلتني المخابرات الأمريكية. بالمناسبة رد عليهم بعض الإخوة من الأحرار وقالوا لهم أنه نبهوكم الإخوة وقالوا أن هذا معنا وهذا من الأحرار وما رددتم عليهم. هذا الآن إذا جاء رجل شكينا أنه فرض الرافضي، هل يبيح لك الإسلام قتل؟ لا يبيح، لكن أقصد أنه طيب، هنا قالوا أنه نحن وضحنا ذلك. 2، هذا جوش يقول طيب إذا وين ما تثبتوا؟ وين الاستنطاق؟ ما شاء الله عليك، وين الاستتابة؟ وتقولون نحن من أهل السنة والجماعة. اي والله أنتم من أهل الضلال والفجور والفسوق والبغي والخوارج في أجل صورها. قال الإمام عمر القحطاني، والله أعلم يكون هو نفسه رافضي، قال فسألوا ناس، سألوا من ناس، فسألوا من كان قائما، قال فأخبرهم تفهما، يعني قال فهم إنه رافضي. ما شاء الله ما شاء الله. بدل ما يقول شوف هؤلاء الصعاليك، بدل ما يقول اتقوا الله هذا خطأ وقعنا فيه، بدل نقول يا أخوانا ولا يعتذر بالأحرار. ليش الأحرار أولياء أموره؟ لا، هذا مسلم كلنا أولياء أموره. كان المفروض يقول هذا خطأ وهذه جريمة وهؤلاء لا يحق لهم. هذا يبدو أنهم أعطوا تعليمات جماعتهم أن تقيموا الحدود، فصاروا يقيموا الحدود. والعرعور أمريكي وبيتهجم على المجتمع ويبيع. الآن تذكرت، صح هذول من جماعة العرعور اللي قتلوه. أنا آسف، لأن العرعور يبيح دم المجاهدين. أقسم بالله في مشاكل بيني وبين أهلي على قتل النمل بالبيت، بقول نطفوا ولا تقتلوا. والله العظيم والله العظيم أكثر مشكلة في البيت غضبت. جيت حاطين بودرة للنمل، شو قال نقتل النمل؟ أبدا، قتله بالنظافة وليس بالمواد السامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل الدم. والعرعور الذي يبيح دم المجاهدين، والتالي عملين تمهيد، عملوها هذه تمهيد التمثيلية، إن العرعور يبيعوا مشان يبيحوا الدم هم. فقتلوه، ما في محكمة. هذا اللي قتلوه هم قضاة، هم علماء، استجوبوا. وين استجابته؟ الله أكبر. ظنا منهم كفرة، ما شاء الله، يعني نحكم بالظنون. يا فهمان يا عمر، أشهد بالله أن قبيلة قحطان الليلة تتبرأ منك إن كنت قحطاني،
وتتبرأ من أمثالك، لأن هذه القبيلة من خيرة القبائل العربية في دينها وفي وهابيتها كمان، في دينها وفي توحيدها وفي انضباطها، معروفة هذه الكتيبة. لكن أنت بدك تنتسب للشرفاء حتى يغطوا عليك. قال ظنا أنا أسألك سؤال علمي ما شاء الله ما دام أنك فقيه، متى كان الحكم على الآخرين يجوز ظنا؟ أما أنك لا تؤمن بحديث الصحيح اتقوا الظن فإن الظن أكذب الحديث. وإذا كان هذا الحديث وضعته المخابرات الأمريكية في كتب السنة، فهل وضعت المخابرات الأمريكية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن؟ يعني أنت الظن بأخيك، ظننت بأخيك أنه أتى معصية، أنت آثم. لا، هنا غير ترفعوا، ظنوا به. لاحظ أن كافر فقتلوه بناء على ظنهم. لك هو مجرد أنت الظن حرام، كيف القتل؟ ظنا منهم كفره حسب ما سمعوه. ما شاء الله على الفقه، فقه والله إنكم خوارج، ولا أتهم كل أحد في الدولة. وبناء عليه يجب على الدولة أولا أن تقدمه للمحكمة، فإذا لم تقدمه دل ذلك على عمالة القيادة وأن هذه القيادة مخترقة وأنهم خوارج. وأخبرهم به القائم عليه حيث لا تزال رح الحرب. ما شاء الله ما شاء الله، فقه عظيم. طيب بس لو باختصار شيخ لأنه لن أزيد عن نصف ساعة، عهد علي. شيوخهم هذا محمد العجمي، شيوخهم أعرفه أنا شخصيا، ليس شخصية مخترعة. نعم. وليس سعودي كمان أباشر، ليس سعودي. من أفجر ما رأيته ومن أكذب ما رأيت. من أكذب ما رأيت. هو ما أدري كمان اسمه عجمي ولا غيره. أنا شفت بزمان واحد كان ينشر التكفير في بلد وكان اسمه معين، فتناقلنا اسمه، فوجئنا عم نفتح حقيبته قدرا عم طلع فيها أغراض. كانوا أخوة في المسجد يقولوا وجدوا حقيبة ما عرفنا فخافوا يكون فيها شيء، ففتحوا الحقيبة وأخبروني أنه وجدوا جواز الرجل باسم آخر تماما، باسم آخر تماما، وجاي عامل حاله شيخ كما يقولوا بالسوري، جاي بيدرس. طيب ما دام انت مانك تكفيري، طيب عم تبلغ دين الله. فممكن يكون طيب هنا إذن الآن همهم الدولة في المناطق المحررة. يظهر غلو في التكفير عند كثير من دعاتهم وأفرادهم، وهذا أكبر دليل.